موريتانيا تقتحم مدينة الكويرة بشكل خطير، والجزائر تحتمي بروسيا خوفا من غير سيدي أنا مروجين تيقول لك ولدي أنه مدينة الكويرة هي مدينة موريتانية. زعما المغرب وخير الصحراء زعما حسب كلامهم هما، أما الصحراء وراه في المغرب يرتضوا الأرض من عليها، وأنه تعزز. قال لك موريتانيا دخلت لمدينة الكويرة ودخلتها دخلة خايبة، والجماعة اللي يروجوا لهذه الهضرة يقول لك باللي الكويرة راهي موريتانية وخلاص، والمغرب بحكم اتفاقات قديمة من وقت الحسن الثاني خلاها تحت يد الموريتانيين باش يعسوها برك ملي كانت الحرب مع البوليساريو شاعلة. بصح الفيديو زاد عليها شوية، قال لك العسكر الموريتاني دخل وطرد الجيش المغربي، وهذا الأخير جبد روحه بلا ما يدير حتى رد فعل. وزادوا فكرونا بحكاية الحدود مع الجزائر، قال لك الدرك الوطني تاعنا طردهم غير بالميغافون مكبر الصوت، وراه يرسم في الحدود ويحط في الباليزات البيوضة فوق الزنانات المرتفعات. واش لازم نعرفوا بكل صراحة؟ الوضعية تاع الكويرة هذه المنطقة راهي حالة خاصة من بكري، هي جغرافيا تابعة للصحراء الغربية، بالصح موريتانيا هي اللي مسيرة الإدارة والجيش فيها باتفاق ضمني باش يتفاداو الصدامات المباشرة، ماشي حكاية هروب ولا اقتحام مفاجئ كما راهي تروج بعض الحسابات. الجزائر عندها شراكة استراتيجية صحيحة مع روسيا، بالصح الجزائر عمرها ما كانت تحتمي بجهة ضد جهة. العقيدة تاع الجيش تاعنا هي السيادة الوطنية، وما نحتاجوا حتى براني يدافع علينا. ترسيم الحدود، قضية الحدود بين الجزائر والمغرب في مناطق كما العرجة وغيرها تمت بناء على خرائط واتفاقيات واضحة، والجيش الجزائري راهو يمارس في سيادته على أرضه بكل هدوء. إذا تأكد وصلنا العيد الوحدة وغير ذلك، ولكن راه المغرب بقى ماشي للكوير، المهم خصو ضروري يلزم وهكذا. ما بقاش حق الشعب الصحراوي وسكان المصري. أنت السيطرة قلتي لنا نفسك دابا الآن بغيت تمشي لموريتانيا خصك تصريح مع السلطات الموريتانية باش نعم، ولكن هذا ما كيعنيش السيادة، هذا كيعني على أنه راه المغرب دار واحد الاتفاق. الحسن الثاني الله تراه دار اتفاق مع السلطات الموريتانية ملي كان في عز الحرب مع البوليساريو، دار اتفاق باش ان هذه المنطقه تبقى يعني تحت حمايه السلطات الموريتانيه بحال حاضنه للمغرب. اتفاق هذا الاتفاق اتفق عليه البلدان